وايد ردود بخصوص موضوع برنامج ذا كوين. طبعا اول شيء انا اريد اكد عليه والكل يدري ان هذه الفنانه ما تمثلنا. طبعا بالنسبه لي انا ما شفت البرنامج، شفت مقاطع منه على اليوتيوب من الدعايه مالته، وصدمه كان انسانيه بكل ما تعني الكلمه. يوم المخرج مالها يجيب هذه البنات الصغار ويستخدم معاهم تغمية العيون والتهديد وكأنهن يخضعن للتعذيب، هذه منتهى العبودية. وفي النهاية شو السؤال؟ مستعدة تخونين عشان أحلام؟ تقول هي شو هذا؟ وأي فضيلة يبغون عيالنا أو المجتمع بشكل عام يشوفها؟ الخيانة من أجل الفنانة، هل هي فضيلة أنتم تشوفون أنها تستاهل التعب؟ وأنكم بعد فوق هذا قاعدين تروجون لها من خلال برنامج في قناة شهيرة. هذه أنا أعتبرها سقط التلفزيون دبي. تلفزيون دبي وايد أرقى من أن ينزل لهذا المستوى وتصرف هذه الملايين على هذه التفاهة. رجعنا للعصر العبودية، الإذلال والإهانة. حتى البنت العمانية اللي كانت تصيح تلوي عليها بكل نرجسيتها تقول لها أنا أدري أنكم تحبوني يا العمانيين، يعني قمة النرجسية حتى في وسط دموع البنت هذه المسكينة اللي جاية حقها. طبعا نحن ندري هذول جايين كلهم مساكين بحثا عن الفلوس، عن الشهرة، كلهم جايين بمقابل، وهذه كلها تمثيليات معدة خلف الكواليس. لكن أنك أنت تشوف إنسانة تعاني من مرض النرجسية وتزيدها وتنفخ فيها لهذه الدرجة، ما أعتقد أنك حتى أنت إنسان سوي، أنك تصدر مثل هذه الأفكار مثل هذه الشخصيات لمجتمع أنت تعرف شو هي قيمه. هذا منتهى الاستخفاف بعادات وتقاليد مجتمع محترم وله قدره وله مكانته بين الناس. طبعا كل الشرفاء عشان حملة في تويتر في كل مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بيسكت عن هذه الغلطة، اللي بيسكت عن مثل هذه المهازل والسفالة في التعاطي مع عقول الناس، ما يمثل بلادي ولا يستاهلها. ملكة على شو وبشو، وشو هي الإنجازات وغير كذي، ملكة بإذلال الناس عشان يصيرون حلوميين عاد. نحن نعرف الحلوميين اللي هم يأكلون جبنة حلوم، لكن حلوميين يتبعون أحلام، والله العظيم عيب عليكم. ومستعدين لبيع كل الفضائل، مستعدين للخيانة في سبيل الأحلام. إذا شو بتزيدكم؟ من غرر بكم ومن خدعكم كم عطوا. أنا أتمنى أن يصدر قرار جريء بوقف البرنامج، وقف هذه المهزلة اللي تسيء شعب الإمارات اللي شبابها على الحد الجنوبي. يعني نحن له بفكار أحلام وله بفكار نرجسيته وله بفكار كل من جاي يضلل ويسمم عقول شعبنا، أو بمعنى أصح عقول شبابنا وأهلنا، شبابنا الحقيقيين على خط النار. ونحن هني في هاي المهزلة كل فترة ننفجع بشهداء وجثامين طاهرة توصل للبلاد، وعلى نفس قنواتنا اللي تنقل هذه الأخبار تنقلنا هالبرنامج. الكلمة اللي بنهي بها كلامي لأنها ما تستاهل بصراحة تاخذ أكثر من هذا الوقت، عيب عيب. اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في بلادكم وفي أهلكم، وفي شيء بناه زايد لا تشوهونه، بل ما أريد أقول.